عارف اول ما تشوف موقع تقول ده معمول بالاي اي، نفس الخطوط نفس الالوان نفس الستايل الممل اللي يفضح اي موقع من اول نظره. انا كنت هفقد الامل وخلاص قلت مفيش حل، بس اللي لقيته في امبيكابل غير كل حاجه 180 درجه. السلام عليكم، انا طارق العبد وهنا بنتكلم عن البرمجه وسوق العمل. امبيكابل يا سيدي هي اداه اوبن سورس شغاله كده زي ديزاين لاير للكودينج ايجنتس اللي احنا بنستخدمها، وبتقدم بقى ورك فلو واضح من اول السيت اب لحد لايف اتريشن كامله جوه المتصفح. الدوكيومنتيشنز بتوصفها انها ديزاين فوكابولري فور ايجنتس، ومع النسخه الحاليه بقت بتشتغل تقريبا من كل الهارنسز او الكودينج ايجنتس اللي انت بتستخدمها زي كلود كود وكودكس وكوبايلوت وكيرسور جيميناي وغيرهم. فتعالى بقى نجرب ونشوف كل ده واحده واحده، بس ما تنساش بس اللايك الجميل وكوبايه الشاي بتاعتك، ويلا بينا. مبدئيا كده انا عايز اطمنك، انا عامل لك كده في نهايه الفيديو ملخص كده ابن ناس، لان الفيديو ده احنا هنقول فيه كميه مصطلحات، او علشان امبيكابل نفسها فيها كميه فيتشرز، فانا عارف ان انت هتطلع في النهايه اللي هو طب اعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي لو في ايدي حاجه وعايز استفيد بالعظمه اللي بتعملها امبيكابل اعمل ايه؟ فانا شايل لك جمدان، عارف انت الملخص بتاع الثانويه العامه اللي يخليك تدخل في الامتحان وتعمل عظمه، انا شايله لك ان شاء الله ده في نهايه الفيديو. بس عشان تفهمه كويس جدا لازم تعدي على الفيديو كله، فخلي بالك الفيديو مهم جدا ومفيد لابعد الحدود، وهتشوف كل ده بشكل عملي. نبدا بسم الله كده، يعني ندخل كده على موقع امبيكابل. انا بس مجرد ان انا كتبت impeccable.style او كتبت امبيكابل على جوجل، فاول حاجه طلعت لي هي موقع امبيكابل. موقع جميل ما شاء الله، هم بيغيروا فيه بسرعه جدا، يعني من اسبوع او اكتر كده كان بشكل مختلف شويه، بس هتدخل جواه وتعرف بقى العظمه اللي هم بيعملوها. بيقول لك the missing design vocabulary for agents، هو عارف انت زي المترجم بتاع الديزاين او ديزاين سكيلز للايجنتس، سواء بقى عندك جي بي تي شغال مع كودكس، كلود، جيت هاب كوبايلوت، كيرسور، جيميناي، انتي جرافيتي، اوبن كود، باي، وهكذا. عارف انت عيش حياتك. وبيقول لك طبعا it's why AI front ends all share one look، يعني ده يعني المفروض بيعالج مشكله ان كل الفرونت اندز اللي طالعه من الاي اي، حتى وانت بتستخدم الفرونت اند سكيلز اللي من كلود كود نفسه وغيره، يعني بيطلع النتيجه في النهايه الموقع او الحاجه اللي انت بتعملها شكلها اي اي قوي. فالمفروض امبيكابل بتعالج المشكله دي، والموضوع مش بس هو بيعالج لك صفحه او غيره، لا هو بيحط لك رولز بتبقى موجوده للبروجكت ككل، وبالتالي اي صفحه جديده، اي فيتشر جديده، اي ابديت على الصفحه الحاليه انت تقدر تعمله بكل سهوله. وانا عايز اقول لك انا شايل لك في فيتشر في النهايه قبل ما نقول الملخص. طبعا الفيتشر دي جامده جدا، زي ما هو عامل لك الفيديو اللطيف الصغنطط ده، ان هو انت تفتح الويب سايت قدامك على البراوزر وتبدا تعدل عليه بالكومنتس البسيطه دي. وعايز اقول لك ان كل ده مجاني، هو بس بيستهلك التوكنز طبعا بتاعه كلود او الحاجه اللي انت بتستخدمها. عايزك تعيش مع الموقع بتاعهم، هم صراحه عاملين شويه دوكيومنتيشنز رهيبه. قبل ما ندخل في التفاصيل دي كلها، انا جبت لك الجيت هاب. يعني الجميل طبعا ان امبيكابل دي اوبن سورس، يعني البروجكت موجود مفتوح المصدر وكل حاجه تقدر ان انت تشوفها، وهو بيقول لك ان هو اللي هو عامله ده كله، العظمه اللي هو عاملها دي كلها عباره عن مجموعه من السكيلز. مثلا لو دخلنا على دوت كلود هلاقي ان هو عامل لنا شويه سكيلز خاصه بامبيكابل. يعني لو دخلنا مثلا على ريفرنس او سكريبتس، خلينا سكريبتس مثلا، فهيقول لك الحاجات اللي انت بتستخدمها، وليكن مثلا احنا هنستخدم حاجه اسمها لايف مثلا، فهتلاقي الحاجات بتاعه اللايف معموله هنا كسكريبتات طبعا وغيره. لو انت عايزها كريفرنس بقى اللي هي كام دي فايلز وغيره، فانت عندك احنا هنستخدم حاجه اسمها اوديت. فانت عشان تشوف السكيل بتاعه الاوديت بالشكل اللي قدامنا ده، وبالمناسبه انت تقدر لما تعمل انستول لامبيكابل تقدر تعدل على واحده من دول، وانا لا انصح ان انت تعمل ده الا لو انت كنت خبير في اليو اكس، لان المفروض امبيكابل بالرولز بالسكيلز اللي معموله دي معموله علشان تعوضك لو انت ما عندكش حد يو اي ويو اكس خبير ومحترم ابن ناس قوي، فامبيكابل هتقوم وتأدي لك الغرض وزياده كمان. خلينا نرجع بس كده. امبيكابل على جيت هاب انت تقدر ان انت تشوف برضو فيها شويه تفاصيل. هو بيقول لك امبيكابل دي ديزاين جايدنس فور اي اي كودينج ايجنتس، وبيشرح لك بقى هي بتعمل ايه بالظبط وايه الانكلودد والكلام ده كله. هنعدي بقى بكل الحاجات الجميله دي كلها. الجميل ان هم بيوفروا لك 23 كومنت. انا عايز اقول لك شويه كومنتس، انا عارف ان صعب جدا
يعني انا لما بحب استخدم امبيكابل عمري ما بحفظ الكومنتس دي، صعب ان انا احفظها كلها. لا انا طبيعي برجع يا اما ببص على الدوكيومنتيشن هنا على جيت هاب، او بدخل على الموقع بتاعهم، والموقع بتاعهم صراحه جامد جدا، واعرف بقى الحاجه اللي انا عايزها، الكوماند اللي انا عايزه. يعني مثلا عنده كرافت، هو بيقول لك كرافت ده بيعمل ايه بالظبط. عنده مثلا يعني يقول لك كرافت مثلا، يقول لك مثلا ديزاين ات ذن بيلد ات all in one flow. بالمناسبه الكرافت دي هنجيلها فهنوضح يعني تفاصيلها اكتر. احنا مش هنشرح كل التفاصيل دي دلوقتي وكل الكومنتس دلوقتي، ولكن انا هعدي لك كده سريعا عليهم، وانت المطلوب منك لما نعرف البيس اللي احنا هنعرفه في الفيديو ده، انت بعد كده تقدر تدخل على الكومنتس دي وتقراها وتفهم على حسب متطلباتك انت هتحتاج تعمل ايه بالظبط. الموضوع هيبقى سهل جدا جدا، بس خلينا نظبط ونفصص الموضوع واحده واحده. طبعا غير كرافت انت عندك شيب، هنعدي برضو عليها دلوقتي. شيب بالمناسبه من الحاجات اللي المفروض بتعملها في بدايات لو انت بتفكر لسه بتعمل فيتشر جديده او بيج جديده او غيره. فبيقول لك دي حاجات لو الصوره مش واضحه لسه، فشيب هتساعدك في وضوح الصوره اكتر. بيقول لك think before you build, produce a design brief through discovery not guesswork. ودي نقطه مهمه جدا. يعني انت ممكن يكون في بالك فيتشر معينه او بيج معينه او حاجه معينه انت عايز تعملها، بس مش عارف كيو اكس اكسبرت او كيو اي ويو اكس بشكل محترم وبشكل متناسب مع الباترن بتاع الويب سايت بتاعنا او بتاع البروجكت بتاعنا اعمله ازاي. فشيب هتساعدك في الموضوع ده، هتعمل لك زي ديسكفري، ديزاين بريف، تهاند اوف، تعمل لك فيجوال اتريشن، حاجات من الحاجات الجميله دي كلها. هي طبعا وكرافت يعني فيجوال اتريشن هي موجوده في كرافت مش موجوده في شيب، بس عارف انت هم متكاملين مع بعض بشكل كويس جدا. كريتيك ده لما يكون عندك عايز انت يعني يو اكس ديزاين ريفيو، يو اكس اكسبرت ريفيو، يعني انت عملت حاجه فانت عايز حد اكسبرت يبص على الحاجه اللي انت عملتها ويديك انتقادات ويديك الفيدباك على الحاجه اللي انت عاملها من وجهه نظر اليو اكس اكسبرت. دي حاجه جامده جدا. يعني حتى هو موريك اهو ما قبل وما بعد. يعني انت عامل حاجه جميله اهوت، هو بيبدا ان هو يديك فيدباكس عليها، تمام، فتبدا ان انت تحسنها ويطلع لك النتيجه في النهايه الحاجه الجباره. اوديت من الحاجات الجميله اللي احنا هنعدي عليها دلوقتي وهنجربها بنفسنا فمش هنتكلم عليها. في عندك حاجه اسمها تايب سيت، دي خاصة بالتكست، يعني شوف قبل وبعد يعني في فرق رهيب طبعا. في عندك حاجة بتاعت اللي اوت، يعني شوف قبل وشوف بعد، يعني عارف انت اللي هو طبعا يعني هو شارح لك وموضح لك الكلام ده كله. في كالرايز وغيره، في كلام كتير من الحاجات دي هنعدي عليها دلوقتي ان شاء الله. وفي حاجات انت بولش مثلا من الحاجات اللي هنعدي عليها وهنعرف هي امتى بنستخدمها بالظبط. وحاجه زي هاردن مثلا، هاردن دي برضو مهمه جدا. فيعني احنا مش هنشرح الكلام ده كله زي ما قلنا دلوقتي، ولكن هنعدي بقى على اهم النقاط اللي تعرفك الاساسيات وانت تبني يا باشا على الكلام ده كله. طيب خلينا نبدا بسم الله كده. خلاص انا اقتنعت واشتريت ان امبيكابل جميله ولطيفه وكل حاجه، يلا بينا جيت ستارتد. فبيقول لك علشان تعمل لها انستول هتاخد الامر الجميل ده و ام بي اكس امبيكابل انستول. طبعا انت لو ما عندكش اساسا ام بي اكس او ام بي ام باكج محتاج ان انت تنستول ام بي ام عندك، واعتقد انت لو متابعني هتكون عملت لها انستول من زمان. يعني هنروح على اي تيرمينال سواء جوه بروجكت او غيره، كده كده الامر ده في تيرمينال عام مش تيرمينال البروجكت. يعني خلينا نقفل ده كده ونقول له mp_x impeccable install، نعمل الحاجه الجميله دي كلها وهيقول لي بروسيد. ماشي يا باشا بروسيد. هنا بيقول لك بقى يعني ال detected harnesses cloud code، يعني ال detected harnesses اللي هو يعني عمل فحص كده للحاجات اللي موجوده عندي، الهارنسز اللي موجوده عندي cloud code كودكس سي ال اي جيت هاب كوبايلوت كلود كود كمان. هو عمل تقريبا يعني عمل اللوكال اللي جوه البروجكت وعمل جلوبال. لا يعني انا مش عايزك تدبلكت يا باشا، عشان هو عامل كده دول وبعدين عامل بعدها كلود كود كودكس سي ال اي كيرسور جيميناي سي ال اي اوبن كود. يعني انا مش عارف انت لو عملت لك ديتكتد اونلي دي حتى خلينا نكستمايز. ماشي. بالمناسبه انت لما تكستمايز دلوقتي تقدر ان انت تختار مش بس الحاجات اللي هو عاملها، يعني هو عامل لك كلود كود ماشي كودكس سي ال اي، انت ممكن تختار كيرسور، تمام. هو بيقول لك عشان تسلكت سبيس سيلكت انتر كونفيرم، فعشان تسلكت حاجه يعني مثلا عشان تسلكت كيرسور فهتقول له كده ماشي. عشان تسلكت جيميناي سي ال اي هتقول له
لطيفه جيت هاب كوبايلوت عشان سيلكت كيرو مثلا اوبن كود اهو يلا، وهكذا يعني. شوف انت على حسب انت عايز ايه بالظبط، وبعدين لما تخلص تعمل انتر يا باشا. انت عايز الكلام ده بروجكت ولا جلوبال؟ لا انا عايزه جلوبال الصراحه. انا يعني انا ما عنديش مشكله ان انت تعمل لي انستول الكلام ده كله جلوبالي. هو دلوقتي بيداونلود طبعا الامبيكابل سكيلز، بيجيب البروجكت اللي موجود على جيت هاب بالسكيلز بتاعته بالكلام ده كله، بينزله علشان يزرعه ويكون متاح بشكل جلوبالي على الجهاز كله يعني. تمام، انا كده خلاص زي الفل. بالمناسبه لو انا كنت فاتح سيشن كلود او اي حاجه محتاج ان انا اعمل له ريلود بلج، يعني اعمل له ريلود او اقفله وافتحه، اعمل له اكزit وافتحه تاني. يفضل ان انا اقفله وافتحه. فاحنا ما كناش فاتحينه فهنفتحه من الاول وجديد. بس قبل ما نفتحه نشوف كده هو نفسه بيقول ايه. بيقول لك الفيرست ران امبيكابل انت. بالمناسبه لو انت شفت قبل كده امبيكابل او جربتها، فامبيكابل انت ده كان موجود اسمه teach impeccable، بس مع الابديتس بقى اسمه impeccable init. بيعصروا بقى التقدم اللي بيحصل في الهارنسز وغيره. فانا دلوقتي حاجه جاي على كلود، وعايز اقول لك نقطه مهمه. البروجكت اللي انا فاتحه دلوقتي ده الويب سايت بتاعي انا، يعني انا بعمل ابديت للويب سايت بتاعي، هو منصه كامله وغيره، فيها الكورسز وغيره، هعلن عنها ان شاء الله قريب. فانا الى حد ما راضي عن شكل الويب سايت. يعني خليني اديك نظرة سريعة بس كده هو شكل الويب سايت عامل ازاي. خلينا كده نفتح هنا ونقول له افتح يا باشا اللوكال هوست 3000 الجميل ده. ده شكل الويب سايت في الدارك مود. مبدئيا انا راضي عن الشكل الاولي للويب سايت، بس انا يعني همشي امبيكابل. وبالمناسبه ما كنتش دخلت امبيكابل على البروجكت ده، تمام. فانا همشي امبيكابل الجميل على هذا الويب سايت ونشوف هو في النهايه هيعمل لنا نتائج ايه بالظبط واحده واحده. مبدئيا هو قال لك اول حاجه انت محتاج تعملها في امبيكابل تقول له بالمناسبه انت لما كتبت سلاش امبيكابل هتلاقي نفسك هو خلاص بقى متاح ان هو يكتب دلوقتي امبيكابل، ياكسس بقى اي كوماند من الكوماندز بتاعت امبيكابل. انت بتكتب امبيكابل ومش من ضمن الكوماند نفسه تكتب كرافت او غيره، لا انت بعد امبيكابل بقى بتكتب الحاجه اللي انت عايز تعملها. انا عايز اعمل انت لان انا لسه في الاول اللي هو بمثابه التيتش امبيكابل، فهقول له init، وده بيدرس البروجكت وبيشوف ايه اللي موجود في البروجكت، وبناء عليه بيكريت لنا فايلز اللي هم البرودكت.md والdesign.md. خلينا نشوف هو هيعمل ايه في النهايه. وخليني اقول لك حاجه، يعني انا هديله معلومه لطيفه، يعني انا مش محتاج ان انا اديله المعلومه دي، بس هقول له review and analyze the whole project and it's designed by Claude Design but I made some edits through the code. يعني انا حبيت اقول له المعلومه دي، انت مش محتاج ان انت تقول له كده، بس عادي يعني انا حبيت اقول له حاجه زي كده. وخلينا نبدا. انا حولته بس كده بدل ما هو في المانوال مود اخليه اكسبت الاديتس اون، فهو هيعمل طبعا شويه حاجات بقى نود مش عارف كذا كذا. يس عيش يا باشا حياتك. اقول لك حاجه، خليه اوتو مود يعمل حياته طالما هو مش هيدخل في حاجه دينجرس يعني وكده. انا هسيبه يخلص وبعدين نرجع نشوف الكلام ده كله. طيب الجميل هنا بقى في انت او في اي حاجه احنا بنعملها بامبيكابل ان هو بيسالك يعني بيعصرك شويه اسئله حلوين بس في النهايه عشان يطلع نتيجه محترمه. فهو بيقول لي هنا سؤال from the code this reads as a marketing or brand service, hero, courses, catalog, mentorship, about, newsletter, check out, design is the product here. Does that match how you think about it؟ يعني براند ماركتنج سايت اللي هو لاندنج وماركتنج سيرفيس، ولا سبليت اللي هو براند وبرودكت؟ يعني هو بيقول لي ان ده براند يعني ماركتنج سايت اللي هو لاندنج او ماركتنج سيرفيس، ديزاين كاريز persuasion identity and conversion, checkout is a supporting flow not the main event. split brand or product, the public pages are brand but checkout and dashboard flows should be judged as product UI with their own rules. طيب انا الصراحه يعني حاسس ان هو اول اختيار، فاختار اول اختيار. platform confirmation Next.js static export to Cloudflare pages responsive web only. هو بيفضحني بالمناسبه. no native app target. ايوه بالظبط هو web responsive web both LTR و RTL mobile web included. مش هنعمل له native app. بالنسبه للايموشن بيقول لك an Arabic speaking CS student lands on the homepage for 10 seconds. What should they feel؟ حلو السؤال ده وديب قوي، يعني عارف انت اللي هو يو اكس اكسبرت بيسالك بيقول لك يعني عربي واحد طالب سي اس بيتكلم عربي هيستنى في الهوم بيج بتاعتك ل 10 سكندز، انت عايزه يحس بايه؟
طيب confidence this is the real path. حلو الكلام ده. serious اللي هو بيوصف لك بقى الحاجة دي serious credentialed structured this person is a Google developer expert and knows exactly how to get me hired trust over excitement. حلو الكلام ده. confidence حلوة. momentum I can start today يعني انت عايز تديله energetic and encouraging اللي تشجع يلا بينا نبدأ دلوقتي. belonging people like me made it مش حاسسها belonging. و aspiration that's the career I want مش حاسس ان هي برضو aspiration. هي momentum او confidence. فانا حاسس يعني هما الاثنين شغال عادي. removes the of not knowing where to begin urgency without pressure. حاسس ان احنا confidence خلينا نمشيها confidence. we in one line what does طارق العبد Academy do that nothing else does. the claim every page should reinforce يعني ايه اللي انا بعمله اللي يعني مميز. بيقولك Arabic native job focused flutter education from a GDE ولا one diploma that replaces mentorship curriculum not just video. والله هو mentorship curriculum وخلينا نقول Arabic native job focused flutter education from خلينا نعملها دي مبدئيا دلوقتي وبعدين نقول له submit answers. هو بيقول لك على فكره I've crawled the repo قبل ما اكتب البرودكت دوت ام دي وكمان المفروض هكتب الديزاين دوت ام دي. هنشوف يعني سالني شويه اسئله وشكله هيسالني تاني فخلينا نشوف ما كدبش خبر. هو دلوقتي بيقول لي 3 words for the brand's personality which set fits best. طيب السؤال هنا يعني هم اول اتنين يعني شغالين بس انا هختار اول واحده. شغال what should this explicitly not look like. خلي بالك not look like يعني انت عايز الموقع ده ما يبقاش زي ايه. يعني مثلا Udemy style course marketplace مش حاسه لا بلاش تعمله زي يوديمي عشان كده انا اخترته بالمناسبه. Arabic course guru funnel pages screaming red CTAs WhatsApp only trust signals testimonials screenshots شغال يعني هو زي اللاندنج بيجز اللي بيعملوها الناس العرب شغال. generic SaaS landing template gradient يقول لك gradient blob hero 3 feature cards with rounded icons big number metric trusted by logo strip. سيبها كده على جنب. boot camp corporate site اللي هو يقول لك مش عارف ايه stock photos of diverse people at laptops navy and orange مش عارف. حاسس ان احنا ممكن يعني بلاش تبقى boot camp وبلاش تبقى يوديمي. ممكن تبقى generic SaaS landing template مع Arabic course guru يعني ميكس ما بينهم كده مثلا. وخلينا نقول له next. عندنا ال primary CTA what is the one primary action you want a visitor to take by the diploma. يعني انت لو هنختار اكشن واحد ان هو يشتري الدبلومه او browse courses buy one book mentorship ولا join the newsletter او community. خلينا نركز دلوقتي على الدبلومه فنقول له باي ذا دبلومه. بالمناسبه دايما لما بتعمل impeccable init لازم يسالك سؤال عن الاكسسبيليتي. بيقول لك any accessibility bar you want written down as a hard requirement. فخلينا نختار اول اوبشن وبعدين نقول له submit answers يا باشا. خلينا نستناه وبعدين نشوف النتيجة. طيب أسئلة تاني بيقول لك second city for visitors not ready to buy the diploma what is the fallback action. watch free on YouTube ولا review 2 free lessons ولا join the newsletter ولا join the 10k plus community. حاسس ان ممكن يعني watch free on YouTube شغال لو انت عايز حاجة for free او join the newsletter. بس حاسس ان join the newsletter بلاشها بما ان كده newsletter فوق هتبقى فوق كده فخلينا نقول له watch free on YouTube. يقول لك what proof do you actually have on hand right now to use on the site. اقول له التستمونيالز ولا الهارد نمبرز ولا GDE credential ولا الهايرنج اوتكمز. والله بص هو انا يعني هم كلهم موجودين يعني هم كلهم ظاهرين بس انا مش يعني have on hand right now to use on the site. يعني اللي عايزنا ممكن يستخدمهم. انا هقول له مثلا التستمونيالز بلاش التستمونيالز عشان هم كتير. ممكن اقول له الهارد نمبرز مثلا والهايرنج اوتكمز مثلا. والله انا عايز اقول اختار كله يعني خلينا نختار كله ونشوف يعني اصل هم كلهم موجودين يعني فهقول له سبميت انسرز يا باشا. خلينا نشوف اسئله تاني بس عشان المره دي بقى عشان يعني يتعرف اكتر على design.md. بيقول لك product.md is written next design.md a captured spec of your actual visual system tokens type scale component inventory both themes so every future variant stays on brand. generate it now. yes scan the code and write it. اكيد طبعا. يقول لك my crawl surface to shared design
bands that your shipped identity currently uses on purpose, gradient text, and the small uppercase tracked iPro above nearly every section. Both came from /design reference. Yes. How do you want them treated? طيب انا هخليه يعني ارجع بس كده، انت اخترت ايه؟ انا هخليه يريفيزت بوث بحيث اننا نرجع للموضوع ده ونعملها نناقشها في الكريتيك. فخلينا نشوف بقى. انا عايز اقول لك احنا طولنا جامد وكل ده احنا لسه في الانت. بصوا يعني الاختيارات اللي بعد كده هحاول ان انا يعني اوقف الفيديو اختارها سريعا ونمشي. عايزين نشوف يعني الكومنتس اللي جايه. فالاسئله اللي هو سالها لي المره دي نورث ستار اليفيجن كومبوننتس، انا قدمت اجابات بناء عليها وعملت لها سبميت. يا رب يجعلها اخر الاسئله. خلينا نشوف. واخيرا الحمد لله ما سالناش اسئله، ما عملناش اي حاجه الحمد لله، بس كريت لنا product.md وdesign.md وطبعا الdesign.json وconfig.json وكده. خلينا نبص الاول بصه كده على الproduct.md. قال لنا ايه البرودكت وشرح شويه. ريجستر هو عباره عن براند، البلاتفورم ويب، شرح اليوزرز بالظبط المستهدفين. حلو قوي. البرايمري Arabic speaking computer science students مش عارف كذا. حلو. سكندري وقال لك البرودكت بيربوز والبوزيشننج. يعني معنى كده نفهم ان البرودكت دوت ام دي هو اكتر عن البرودكت نفسه يعني كبزنس وايز، ويعرف اكتر هو بيستهدف ايه، البيرسوناليتي بتاعت البراند، الكلام ده كله. تاخد بقى الديزاين دوت ام دي على الجانب التاني بقى بناء على المعلومات اللي انت عارفها دي. تعال نعمل بقى الباليتا بتاعت الديزاين سيستم بتاعنا، كل حاجه لها علاقه بالديزاين سيستم. يقول لك الكالرز، التايبوجرافي، كل حاجه طبعا، التايبوجرافي والتكست والكلام ده كله، الراوندد، السبيسنج، الكومبوننتس، اي حاجه بقى كاتبها لك ومظبطها لك كام دي فايل هنا، واعملها لك بقى ايه وشارحها لك بقى. الديزاين سيستم بتاع طارق العبد اكاديمي، اوفر فيو، مش عارف ايه، كالرز، مش عارف كذا وهكذا. عيش حياتك بقى. فده الجميل ان هو عمل حاجه زي كده، وطبعا انت تقدر تعدل عليه وتظبط زي ما تحب. الجميل في الموضوع ان انا عارف انا كده اغلب التعديلات اللي انا هعملها غالبا هعمل لها ديزاين على كلود ديزاين والكلام ده كله واجي واعمل. بس في اوقات بيبقى في حاجه بسيطه انا عايز اعملها فبستخدم كلود كود على طول ان هو يعملها لي بالفرونت اند ديزاين سكيلز، وهو بيبقى فاهمه كده. الجميل في الموضوع ده ان انت لما تعمل حاجه زي كده هو بيعمل لك السيستم الكامل بتاع الديزاين سيستم، وبالتالي كلود نفسه بيفهم الديزاين سيستم بتاعك عامل ازاي، واي تعديل او اي اضافه تبقى ماشيه بانهي طريقه بالظبط. فالنقطه دي مهمه لابعد الحدود. وقال لي انا ممكن اعمل ايه. هو طبعا بيشرح لي طبعا هو عمل ايه في النهايه. الاناليسيس فايندينجز ذا سيستم از ماشي جميل جدا، توكنز ار بروبرلي حلو قوي، وكل الكلام ده جميل جدا. بس هو قال لي انا ممكن اعمل ايه بعد كده. اقول له امبيكابل تايب سيت مش عارف كذا، او كريتيك مثلا الحاجه فلانيه، او اعمل لايف بقى الميزه بتاعت اللايف بتاعتنا اللي هنتكلم عنها بعد شويه صغيرين. بس في حاجه بسيطه جدا قبل ده كله. بيقول لي want me to append a short design context pointer to claude.md so future sessions load the register. Yes for sure, yes, add the design context pointer to claude.md. دي مهمه جدا. الفكره ان هو يضيف الكلام ده بقى لclaude.md بحيث ان انت حتى لو ما استخدمتش امبيكابل بعد كده واستخدمت كلود مباشره يبقى عارف واوير بكل الديزاين سيستم والبرودكت سيستم والكلام ده كله اللي احنا عملناه. حلو قوي الكلام ده. حتى الان احنا كل اللي عملناه دلوقتي امبيكابل انت، ودخلنا في دوامه اسئله ودخلنا في دوامه حاجات كتير كده. الامر اللي بعد كده اللي انا ممكن اعمله في حالتي انا، بما ان البرودكت اللي انا فاتحه دلوقتي ده برودكت موجود بالفعل وانا الى حد ما راض عنه، بس انا عايز اعمل له اوديت اشوف ايه اللي مش كويس فيه واظبطه. فانا هقول له بكل بساطه امبيكابل اوديت، واوديت دي انا هقول له انا عايزك تاوديت بس the home page of the website and make sure that everything is good from the UX side and enhance it to be more attractive and attract the users to buy or see the most important things. مثلا يعني عارف انت اللي هو انا بقول له اي حاجه كده، يعني انت ممكن تعمل له اوديت بس وتسكت وهو بيشوف بناء على الديزاين سيستم اللي هو عمله والكلام ده كله، ويشوف هل الكلام ده مترابط ولا لا. بس خلينا نشوف، وانا كده كده يعني هشوف النتيجه ويقبلها يرفضها. يلا بينا خلينا نشوف. بصوا عشان اقفشهولك وهو شغال، هو دلوقتي عمل ايه بقى. استخدم بلاي رايت
علشان يرن الحاجة دي، يعني مش انا اللي فاتح ده، هو رن الحاجة دي علشان يبدأ ان هو يشوف الاول الحاجة، يعمل لها انالايز وغيره، ولما يديلي بلان للاوديت يكون عارف انت اللي هو متأكد وواثق 100% من كل حاجة وشافها بعينه بالفعل. فهو بيقول لك اهو the diff server مش عارف فيلينج لاي سبب إن كان، فهو هيبدا ان هو يشوف المشكله ويعالجها لحد ما يشتغل والدنيا تبقى تمام وزي الفل. خلينا نشوف. طيب هو دلوقتي يعني انا بعد ما رجعت وشفت، يعني هو في حاجات انا يعني هخليه اعدلها دلوقتي، بس انا هعدلها بعدين. هو بيقول the hero's primary button goes to courses and the closing. هو بناء على الديزاين، خلي بالك هو لما بيعمل اوديت هو بيعمل اوديت للامبلمنتد مع اللي انت عملت له اساسا init، اللي انت عملته في الانت اللي هو الديزاين سيستم والكلام ده كله. فهو لقى ان في حاجات implemented مختلفه عن الديزاين سيستم فبيعرضها عليا. السؤال ده مثلا انا هقول له دبلومه برايمري everywhere ولا in the closing CTA only، او خليها keep browse first right now دلوقتي، بعدين هنعدلها ان شاء الله قدام. Get best sellers returns the first 6 courses which includes the diploma, so it gets a full width feature card and then it appears. How do you want to resolve that? Remove it from the grid. Yes, that's right. انا كنت عايز اعمل كده، كويس ان هو لاحظها يعني كويس. On mobile the first fold has no price, no كذا and no guarantee. The offer doesn't appear until كذا. ممكن نقول ال recommended، انا شايف recommended دي حلوة، يلا بينا. Beyond the conversion work, how much of the audit backlog should I fix in this pass? هو بيقول لي يعني conversion وال P1 A11Y fixes اللي بتاعت الاكسسبيليتي. بس هقول لك حاجة، انا عايز مرة واحدة، انا مش هعمل recommended، انا عايزك تعمل لي كل حاجة يا باشا، اعمل لي كل حاجه زي الفول سبميت الانسرز. هو دلوقتي بالمناسبه يعني لما عملت له الاوديت طلع لي التفاصيل دي كلها. وبالمناسبه يعني لو انت طلعت كده في الشروحات اللي هو جايبها لك في حاجات معينه بيقول لك انت ممكن تحلها بعدين بكذا، زي مثلا هنا بيقول لك الجزئيه دي انت ممكن تحلها بالكوماند اللي هو impeccable clarify مثلا، او اللي هو suggested command عشان تمشي في الموضوع ده impeccable clarify، وهكذا. يعني في حاجات كتير هتبقى كده، بس انا هنا قلت له انا عايزك تimplement كله يا باشا. انا عايز اقول لك بعد ما خلص اهو هو عمل الاوديتس اللي هو عملها، وده بالمناسبه كروم اللي هو كان مشغل عليه بلاي رايت وقاعد يتصفح ويتست عليه، وعمل شويه تعديلات. يعني مثلا الجزء ده مثلا ما كانش موجود، البانر اللي هو بتاع الناس اللي اشتروا كده كان بيتقاطع ثانيه واحده البانر لما يظهر، بس كده هو جايب ده الموبايل فيو عشان كان في كام حاجه في الموبايل فيو. المهم يعني في البانر بتاع اللي كان بيظهر يعني كده وكان بيتقاطع مع السي تي اي اللي فوق، او الحاجه اللي فوق الجميله ده اللي هو الكول تو اكشن يعني، فما بقاش يظهروا في حاله الكول تو اكشن وهو شغال. وعدل كام تعديل تانيين، يعني مثلا كانت الكارد بتاع الدبلومه دوبليكيتد مثلا في كده، عمل شويه تعديلات حلوه، اغلبها تعديلات كانت في اليو اي. فعلا صراحه انا حسيت بالفرق كده الطف بكتير من الاول. يعني مثلا الجزء ده مثلا عجبني جدا. برضو في حاجه تراست بار كمان، يعني نوت التراست بار ده ضافه، وشويه حاجات شويه تفاصيل كده. صراحه انا علشان انا شغال على الويب سايت وشايف الحاجه قبل وبعد، فصراحه انا معجب جدا بالموضوع ده. المفروض علشان نتاكد، يعني عارف انت اللي هو لما تعمل حاجه اوديت اكتر من كده وتتاكد، المفروض الخطوه اللي بعدها لو حابب، ودي خطوه اوبشنال، ان انت تقول له انا عايزك تعمل كريتيك، اللي هو جايه من كريتيسايز تقريبا او حاجه زي كده، مش فاكر هي كان اسمها كده ولا لا، بس عامه يعني هي بالظبط كده. انت لما تعمل كده هو هيريفيو، كانه هيريفيو الحاجات اللي تمت ويشوف هي فعلا مطابقه للديزاين سيستمز وكده ولا لا. انا مش هطول في الكلام ده كله، بس هوريك حته بسيطه جدا، حته لطيفه، الا وهي ان انا اجي جاي قايل له /impeccable live. انا عايز اقول لك في كميه حاجات وغيره، في كميه كومنتس وغيره، انا مش هتكلم فيها دلوقتي، بس هديك الخلاصه بعد ما اعمل الخطوه البسيطه دي. impeccable لايف، انت شفت بالمناسبه قبل ما اعمل اللايف، انت شفت امبيكابل لما اشتغل بالكومنتس. وبالمناسبه انت يعني هتحتاج مثلا حاجه معينه فممكن تستخدم فيها كومنت شيب، حاجه تانية تستخدم فيها كومنت مش عارف كرافت، هتعدل حاجه معينه في التايبس مثلا فيقول لك تايب ست، حاجات كده. بس انت ايه رايك بقى لو ظهر لك كده الشغل ده او الويب سايت لايف وبتعدل عليه من خلال النوتيشن او كومنتس انت بتكتبها له على الديزاين وهو يعدلها لك في الكود ويوريك التعديل قدامك؟ خلينا نشوف. بص بقى، انا عايزك ايه
تركز كده تركيز التمام. دلوقتي هتلاقي مجرد ان انا عملت له سلاش امبيكابل لايف هو بيقول لك لايف مود از راننج. بالمناسبه يعني انت لو يعني هو بيقوم لك الويب سايت سواء انت عامله على كونتينر او بام بي ام ران ديف او ايا كان، يعني الكونتينر ممكن انت تطلبها منه لو انت عايزه يرن او يقوم الويب سايت على كونتينر معين او غيره. المهم يعني هو بيقول لك دلوقتي هاو تو يوز ات، هوفر اني element مش عارف كذا، واكتب يعني بيك وبعدين اكتب الكومنت بتاعك او الديكتيشن وبعدين هيت جو واطلب التعديلات وغيره. هنشوف الكلام ده كله. بيقول لي waiting on your first pick. دلوقتي ده هو عمل رن طبعا ليها برضو على كروم زي ما هو كان عامل. ده اللي هو بلاي رايت ببلاي رايت، وضاف حاجه جديده جميله كده ان انت تقدر تبيك. يعني انا مثلا شايف عندي يعني عندي تعليق على حاجه معينه، وليكن مثلا خلينا نجيب اي تعليق. انا مش لاقي والله حاجه على تعليق. هقول لك حاجه عشان بس يعني ايه نعمل تعليق. انا هكومنت بس التشينجز اللي تمت حاليا، وبعدين نعمل حاجه فيها تعليق عشان نعمل لها اجنور. طيب انا دلوقتي لما عملت سلاش امبيكابل لايف هو قوم لي السيرفر الجميل بتاعي، او قوم لي يعني البروجكت بتاعي، سواء انت بقى عامله على كونتينر او ام بي ام ران ديف عادي جدا او ايا كان يعني. المهم قومه وشغله على بلاي رايت وغيره، وعمل شويه الحاجات الجميله دي. يعني انا ضغطت بس على بيك، يعني انا هو الاول كده بيبقى عامل كده بس بيبقى فيه البار الحلو الجميل ده. تضغط على بيك، هاته كده بس على جنب علشان تبقى شايفه كله تمام. تضغط بس كده على بيك فيبدأ ان هو يظهر لك. شايف انت المربعات الصفرة دي؟ ده ديكتيشن، او تقدر ان انت تختار حاجة تضغط عليها وتكتب كومنت ليك او كده. تمام. فانا مثلا فور اكزامبل مثلا كده انا حاجه جاي اقول له بص يا سيدي شايف الحته دي كده، انا هكتب عليها ديكتيشن، هضغط عليها. يعني انا ضغطت على كلمه بيك وبعدين عملت كده. هنا اقدر اكتب اي حاجه انا عايزها، الكومنت اللي انا عايزه يعملها. وهنا اقدر اختار الكوماند اللي هو يقدر يستخدمها من امبيكابل. يعني مثلا حاجه زي بوردر، كويتر، ديستيل، الحاجات دي كوماندز بالمناسبه. حاجه زي بولش اهي، بولش اهو، تايب سيت، كلرايز، لاي اوت، ادابت، انيميت، ايا كان. مش عارف يا عم انا عايز اعمل حاجه، والحاجه اللي انا عايز اعملها دي مش عارف هي تقع تحت انه كوماند من الكوماندز دي. عادي جدا تقدر تقول له فري فورم يا باشا، افتكس انت بقى، انا هقول لك اللي عندي وافتكس انت بقى هو تبع ايه بالظبط. وهقول له I think مثلا يعني ثانية واحدة خلينا مثلا نعمل ايه الديكتيشن على حاجة اكبر شوية. يعني خلينا نحدد الهيرو كله. ايوه الهيرو كده. هقول له مثلا حاجة لها علاقة بالانيميشن. I think we need نعملها هنا ولا نعملها في حاجة تانية؟ ماشي خلينا نعملها هنا ونشوف مقترحه. I think we need to add some animations here to be more elegant. مثلا اي حاجة يعني انا اعملها اي حاجه كده. وبالمناسبه الجزء هنا بيقول لك انت بتختار عدد الفاريانس. ايه عدد الفاريانس ده؟ يعني انت عايزه يعمل لك كام مثال مختلف للجزء اللي انت محدده بالكومنت اللي انت عامله. يعني مثلا هو عامل لك x3، لو ضغطت عليها هيقول لك x4، x1. ده معناها x1 معناها انه هيعمل لي 1 فاريانت، يعني هيعمل لي اوبشن واحد وبس. لكن لو قلت له x2 مثلا هقول له اعمل لي 2 اوبشنز وانا اختار منهم. هنعمل x2. انت تقدر تعمل اي حاجه، وتقدر تستخدم طبعا فويس ديكتيشن او باستخدام الفويس تكتب الكوماند يعني بدل ما تكتبه بنفسك. نزاهه بقى. وبعدين اضغط يا باشا جو، وهو دلوقتي هيبدا يشوف التفاصيل دي. وخلينا نشوف هو هيطلع ايه في النهايه. خلي بالك ركز كده في الجنب. هو انا مقوم ده جوه يعني كلود شغال تمام، بس هو مستني التعديل اللي انت تطلبه. التعديل اللي انت يعني طلبته ده راح لعمك كلود، وعمك كلود الحاج كلود بالسكيلز بتاعت امبيكابل والحاجات الجميله دي كلها هيشتغل على التعديل ده ويعمل لك 2 فاريانس. وال2 فاريانس هيحط لك الكود بتاعك في البروجكت. تمام. ولما تختار واحد منهم زي ما هنعمل دلوقتي هياخد الفاريانت الجميل ده ويحذف التاني، وهنشوف الكلام ده كله. بس خلينا نستنى كده لحد ما يخلص. طيب هو عمل انيميشن بسيط كده كده. انا مختار حاجه بسيطه جدا، يعني المفروض ان انا كنت اختار له حاجه فيها انيميشنز وكده، بس عمل انيميشن بسيط. طبعا انت مش شايف الانيميشن ده اكيد. ليه؟ لان انت هتشوفه لما مثلا تعمل ريفريش للصفحه. انا هعمل لك محاكاه للموضوع ده دلوقتي. بس الاول انت بما اننا طلبنا 2 فاريانتس، فاحنا عندنا اهو لو ركزت في الجزء ده مثلا هتلاقي مكتوب 1 من 2. فلو ضغطت هنا هتلاقي ان هو بيجيب لك 2 ديزاينز. بالمناسبه هتلاقي الجزء ده انيميشن دلوقتي، في انيميشن على الجزء ده كده شغال. لو رجعت تاني للاولاني شايف عمل انيميشن بسيط جدا، بس انا شايفه حلو. يعني الانيميشن التاني
حلو تمام، والانيميشن الاولاني برضه حلو صراحة، بس انا حاسس ان الانيميشن الاولاني الطف حبتين، فانا ممكن اختاره. ممكن بالمناسبة اعدل شوية حاجات يعني ايا كان يعني كده. في حاجة في التيون بس مش عارف البتاع دي، البار الجميل ده لازق فوق، مش عارف ان انا اختار اشوف الحاجات اللي في التيون دي. بس عامة التيون دي عامة بيبقى فيها اوبشنز انت تقدر ان انت تختارها، وهتلاقي ان انت بتنوع في التعديل اللي انت طلبته. لو قلت له اكسبت بالمناسبة هو ضافه تمام، وركز كده في كلود شغال دلوقتي، هو خلاص هو اختار الحاجة اللي انت عملت لها اكسبت وهيلغي الحاجة التانية، وهكذا بقى. يعني انت تقدر تعمل كده بمزاجك. انا عايز اقول لك ان الموضوع ده جميل جدا، جامد جدا. مش محتاج ان انت يعني انت الابروتش بتاع ان انت تمشي بالكومنتس وكده موجود، وهتحتاجه في اوقات كتير، وخاصة لما الامور لسه ما تكونش واضحة في فيتشر معينة او في الحاجة اللي انت بتعملها وكده. لكن لو تعديلات او هتعمل اوديتس انت عارف وعايز الحاجات دي بعينك، فافتح لايف يا باشا واطلب منه، حدد له الحاجه اللي انت عايزها واطلبها منه، وصدقني بيعملها بشكل كويس جدا طالما ظبطت معاه الديزاين فايلز، البرودكت دوت ام دي، الحاجات الجميله دي كلها، عملت شيب الدنيا الجميله دي كلها. تعال بقى اقول لك الخلاصه. انا يعني لفيت كتير وانا عارف ان الفيديو طول مننا حبتين ثلاثه، بس خليني اقول لك يعني خلاصه بسيطه. في طبعا تفاصيل اكتر من كده يعني تقدر تلاقيها على الويب سايت، وهتلاقي كميه الكومنتس اعرفها، بس دول اكتر الكومنتس اللي انا عن نفسي اتعاملت معاهم، وغالبا انت ممكن تتعامل معاهم الا لو عايز حاجه محدده. طيب انا مبدئيا لو حابب لسه هبدا هضيف امبيكابل في بروجكت جديد او كده، فهستخدم اول حاجه امبيكابل انت، وده طبعا ايا كان انت هتعمل ايه بالظبط لسه فيها، بس ده علشان يتعرف على البروجكت. زي ما انت لسه هتضيف كلود مثلا للبروجكت فبتقول له انت سلاش انت، مع الاخذ في الاعتبار طبعا امبيكابل في مسافه وبعدين انت، ودي اللي زمان كانت اسمها تيتش امبيكابل. بعد ما تعمل كده انت على حسب الكيس بتاعتك، لو انت لسه هتبدا نيو فيتشر او بيج، فانت هتبدا اول حاجه تعملها معاه ان انت تستخدم سلاش امبيكابل شيب الجميل والمميز فيها ان هي بتساعدك لما تكون الرؤيه مش واضحه، لما تكون الفيتشر او الستوري او البيج اللي انت عايز تكريتها دي هي مش واضحه، انت مش عارف الصح كيو اي ويو اكس تتعمل ازاي. فشيب هيبدا ان هو يخطط ويبلان معاك ويظبط الدنيا معاك، او طبعا هيهديك اسئله، بس صدقني كل ده في مصلحتك عشان في النهايه تطلع حاجه صح. الصح الحاجه اللي بعد كده بعد شيب وانت بتكريت نيو فيتشر مباشره ان انت تعمل لها كرافت، ان انت تيجي بقى خلاص انا عملت شيب والرؤيه اللي ما كانتش واضحه بقت واضحه، ابدا بقى امبلمنت من خلال طبعا عمنا كرافت. طيب انا لو عندي فيتشر حاليا بس الفيتشر دي ممكن يكون فيها حاجات مش متظبطه، ممكن يكون فيها حاجات مش ماشيه على الديزاين سيستم بتاعي، ممكن يكون فيها حاجات انا محتاج ان انا اعدلها، بس انا من وجهه نظري انا كشخص مش عارف يو اكس او مش عارف يو اي، مش عارف ايه الحاجات دي، يبقى ابدا يا باشا بالامبيكابل اوديت. ومهم ان انت بعد ما يأوديت ويطلع ويعمل الحاجات دي يعمل كريتيك، اللي هو كأنه ينتقد يعني الحاجة دي ويراجعها ويشوفها ويعمل لها ريفيو بشكل كويس. طيب انا عملت حاجة كويسة بس حاسس ان ممكن يكون فيها شوية تاتشات كده بسيطة، لو حد يو اكس كده او حاسس ان هي ايه ممكن يبقى فيها حاجات بسيطة، استخدم يا باشا امبيكابل بولش. هي بولش الوقت المناسب ليها ده. طبعا في كميه كومنتس تانيين انت ممكن تشوفهم على الموقع، بس دول اكتر الحاجات اللي انا استخدمتها. الباقي عملته من خلال اللايف اديتس اللي هو بيفتح البراوزر، ومن خلال طبعا سلاش امبيكابل لايف يا باشا احدد الحاجه اللي انا عايز اعملها، اديله الكومنت التمام، اختار عدد الفاريانس واظبط الدنيا. طبعا فيها شويه تفاصيل وغيره. لو حابين نتكلم بشكل متعمق على موضوع امبيكابل اكتبوا لي في الكومنتات، لان الموضوع للاسف كبر مننا. وبس يا سيدي ما تنسوش سبسكرايب، ولو احتجتونا نتكلم عن اي حاجه تاني في المستقبل يعني اكتبوا لنا في الكومنتات.